لو انت بتكافح عشان تبيع كورساتك الاونلاين، حاسس ان المنافسه دايما سابقاك بخطوه، نفسك تغير قواعد اللعبه فيما يتعلق ببيع الكورسات بتاعتك بس مش عارف تعمل كده ازاي، فاكر ان الموضوع كله مجرد اعلانات بتفشل وخلاص. فصحصح معايا بقى كده وركز، عشان في الفيديو ده انا هقول لك ازاي تقدر تستغل السلاح السري اللي هو شات جي بي تي، واللي هو قالب الدنيا في 2023. هقول لك ازاي تقدر تستغله عشان تنقل البيزنس بتاع الكورسات بتاعك لنقله تانية تماما. يلا هات كوبايه الشاي الاخضر الحلوه بتاعتك كده وتعالى ورايا. يعني انا يا جماعه، ازيكم؟ إيه الاخبار؟ معاكم اسلام صلاح. في القناه دي احنا بنتكلم عن كل ما هو متعلق بازاي تعمل اونلاين بيزنس ناجح. فلو انت اول مره هنا، ما تنساش تكسر زر اللايك واعمل سبسكرايب ودوس على الجرس عشان ما يفوتكش كل جديد اول ما ينزل. لما نيجي نتكلم عن شات جي بي تي وعلاقته ببيع الكورسات الاونلاين، فشات جي بي تي هو مش ساحر، ولا اللي هو اللي هيمسك الكورس بتاعك ويمشي يلف على الناس ويقول لهم يا خلق الله، في معانا كورس هنا اتفضلوا اشتروه. لكن احنا لما هنيجي نبص هنا هنشوف ايه العناصر الاساسيه اللي لازم تكون موجوده في الكورس بتاعك عشان يتباع بشكل استراتيجي، حتى وانت المنافسه مكسره الدنيا او انت فاكر انها مكسره الدنيا. فازاي نشوف بقى ايه هي العناصر دي، وازاي نقدر ان احنا نستغل الشات في كل عنصر من العناصر دي بحيث ننقله نقله تانيه. فلما كل عنصر من العناصر اللي انا لسه هتكلم معاكم فيها يكبر ويزيد ويبقى بشكل مختلف، ساعتها ده اللي هيساعد على التسويق او عمليه البيع للكورسات بتاعتك. طبعا في فيديوهات انا كنت عاملها قبل كده عن ازاي تسجل في الشات جي بي تي، وفي فيديو تاني عن ايه هي الاستراتيجيات اللي هتقدر انها تفجر مبيعات الكورسات الاونلاين بتاعتك. فانا هتكلم في الفيديو ده عن شويه استراتيجيات من الاستراتيجيات اللي انا قلتها دي، وهدمج معاها الشات جي بي تي بحيث نشوف ان احنا ازاي نقدر نوصل لاحسن شكل ممكن فيها. مبدئيا كده عشان تبيع الكورسات بتاعتك، فانت لازم يكون في عندك حاجه اسمها لاندنج بيج. لاندنج بيج دي عباره عن صفحه هبوط. صفحه الهبوط دي اللي هيكون فيها فيديو تعريفي بالكورس بتاعك، بتقول للناس ايه اللي هم هيستفيدوه من الكورس ده، بتعرض عليهم الكورس بتاعك من خلال برزنتيشن معينه. يعني هنيجي هنا هنكتب برزنتيشن، ممكن ده يكون ويبينار او محاضره مجانيه، وبتعرض عليهم في الاخر الاوفر بتاعك ان هم يشتروا الكورس. فده هيكون الاوفر اللي انت بتعرضه عليهم. قبل الصفحة دي انت ممكن يكون في عندك صفحة تانية هنا. الصفحة دي انت الناس بتدخل فيها الايميل والاسم بتاعهم، وبتشتغل كدور ليد ماجنت او حاجة انت بتجمع بيها بيانات الناس. وفي الاخر الناس اللي انت بتاخد بياناتهم دول اللي بيشوفوا الفيديو ده وبيشوفوا في الاخر الاوفر بتاعك. لو عايز تشوف مثال للموضوع ده عملي، هتلاقي فيه لينك تحت هنا في الديسكريبشن انا سايبه لكم عن اقوى 3 اسرار يقدروا ان هم ينقلوا اعلاناتك لنقلة تانية تماما. بتكلم فيها عن نفس البيزنس موديل اللي انا بشرحه لكم ده. صفحة في الاول بتجمع البيانات، بعد كده بتروح على صفحة تانية بتشوف فيها فيديو، بتشوف فيها برزنتيشن، وفي الاخر بيتعرض عليك فيها اوفر معين. طبعا الصفحة دي بيكون فيها شوية تكست، كلام مكتوب هنا ازاي مثلا تحقق نتيجة معينة او توصل لنتيجة معينة اللي انت بتوعد الناس ان هم يوصلوا لها. طبعا الناس اللي بتشتري الاوفر بتاعك هيروحوا هنا خلاص بقى على صفحة ثانك يو بيج او على صفحة الشكر، او ان هم هيروحوا على منطقة الاعضاء بتاعتهم. فده لو اشتروا. لو ما اشتروش، فالمفروض ان يحصل هنا حاجة تانية، ان انت يكون في عندك ايميل اوتوميشن يبتدي ان هو يشتغل. مجموعة من الايميلات تبتدي انها تتابع الناس دي لحد ما الناس تشتري، وفي الاخر تروح برضو على صفحة الثانك يو. العنصر الاخير اللي فاضل معانا هنا هو ان انت تستخدم الاعلانات او عنصر الترافيك اللي معانا عشان تبعت الناس للصفحة اللي في الاول اللي انت هتجمع بياناتهم بيها. طبعا انت البيانات اللي انت بتجمعها من الناس هنا اللي هي الايميلات دي اللي هي انت هتستعملها بعد كده عشان تعمل فولو اب مع الناس هنا. فزي ما انتم شايفين هو سيستم ومكنه كلها داخله ومعشقه في بعض وكلها بتشتغل مع بعض. انت بتبعت ترافيك. الترافيك دي ممكن تكون نوعين، ممكن تكون بيد من خلال الاعلانات، وممكن تكون اورجانيك من خلال كونتنت انت بتعمله مثلا على السوشيال ميديا، على اليوتيوب، زي الترافيك المجانيه اللي على طول عماله بتيجي على الصفحه زي ما انا لسه قايل لكم برده من شويه. شوفوا اللي انا بعمله. فيبقى ده نوعين الترافيك اللي موجودين عندنا. شات جي بي تي بقى دوره ايه هنا في الموضوع؟ مبدئيا كده انت هتلاقي ان انت ممكن الاعلانات المموله انت ممكن تستعمل فيها الاي اي او اللي هو الشات جي بي تي عشان يكتب لك الاعلان الممول. فممكن اقوم جاي للشات جي بي تي واقوم قايل له اكتب لي بعد اذنك صيغه اعلانيه تبعت الناس لصفحه ويبينار مجاني او محاضره مجانيه بتقول لهم ازاي يقدروا ان هم يطبعوا الفلوس بشكل اخلاقي من خلال اعلانات الفيسبوك. فهتلاقي ان هو قام قايل لك الكونتنت بتاع الاعلان زي ما انتم شايفين: اتنشن اول سوشيال ميديا ويزردز، انتباه لكل سحرة السوشيال ميديا. ده طبعا لان انا قايل له اكتب لي كاتشي، حاجه ملفته للانتباه وفاني مضحكه. وطبعا عامل لك الصيغه وعامل لك ايموجيز وعامل لك كل حاجه وكول تو اكشن في الاخر: وي ريجستر ناو.
فده كده بالنسبه للبيد. طيب افرض انا دلوقتي عايز اعمل حاجه اورجانيك، ممكن اقوم قايل له اكتب لي بعد اذنك كونتنت ايدياز او بعض افكار للمحتوى عن ازاي تطبع الفلوس بشكل اخلاقي من خلال اعلانات الفيسبوك. هتلاقيه برضو كاتب لك النقاط اللي انت ممكن تتكلم فيها لو انت عايز تتكلم فيها في فيديو. لو انت عايز تيجي بعد كده تقول له بعد اذنك اكتب لي مقاله عباره عن 500 كلمه بتتكلم في الموضوع ده، يقدر ان هو برضو يعملها لك. فكده يبقى احنا برضو خلصنا جزء الاورجانيك من خلال الاي اي. كده يبقى انت جزء الترافيك بالنسبه لك اللي انت بتبعت الناس، لسه ناس ما تعرفكش على اللاندنج بيج او على الفانل بتاعتك عشان يشوفوا الحاجه اللي انت بتقدمها اللي بتمهد للكورس بتاعك، كده احنا خلصناها. نيجي بعد كده للسيلز كوبي بتاعه الفانل اللي هو العنوان اللي هيخلي الناس تسجل. فهو جايب برضو تاني للشات وهقول له بعد اذنك اكتب لي هيدلاين جذاب جدا باستخدام الفريم ورك او المنهجيه How to X and Y without Z، او اللي هو ازاي توصل لحاجه معينه في وقت معين من غير حاجه هم ما بيحبوش يعملوها. فهتلاقي هنا بيقول لك ازاي تقدر ان انت تضاعف مبيعاتك في 30 يوم من خلال ان انت او من غير ما تفضل ان انت تضيع وقت كتير جدا على اعلانات الفيسبوك. تقدر تدوس برضو ريجنريت عشان تشوف افكار تانية. يبقى كده احنا خلصنا من الهيدلاين. الخطوه اللي بعد كده انك تعمل لايك وسبسكرايب للفيديو لغايه دلوقتي عشان يوصل لاكبر عدد ممكن من الناس ويستفيدوا منه. وهتلاقيني سايب لك تحت في الديسكربشن تشيك ليست ما ينفعش ان انت تعمل لانش او تعمل اطلاق للكورس بتاعك من غير ما تمشي عليها واحده واحده. الخطوه اللي بعد كده واللي ناس كتير جدا بتهملها هي جوده الاوفر بتاعك، او ان انت اصلا يكون عندك عرض لا يقاوم انت بتبعت الناس ليه. لان العرض ده هيكون هو الاساس اللي انت بتبيع على اساسه الكورس، او هو الاساس اللي الناس اصلا بتسجل علشانه في المحاضره او عشان يدوك الايميل بتاعهم. والعرض ده لما هتيجي تبص فيها هتلاقي هو اللي هيفرقك عن المنافسين، وفي نفس الوقت هو قائم بشكل اساسي على ايه الفاليو اللي انت بتقدمها للعميل ومدى ادراكك اصلا وفهمك للعميل ونقاط الالم والمعاناه والمشاكل اللي موجوده عند العميل. يعني نقدر نقول ان انت لو فاهم العميل بتاعك والالام اللي هو بيمر بيها بنسبه 100%، انت تقدر تعمل عرض لا يقاوم يفرقك جدا عن المنافسين. فلو جينا هنا وقلت له قول لي بعد اذنك ايه هي بعض المشاكل اللي بيقابلها الناس اللي بيعملوا اعلانات على الفيسبوك، هتلاقي ان هو بيقول لك ان هم بيستهدفوا الجمهور الغلط، الاعلانات بتترفض، الناس بتزهق من الاعلانات. هتلاقي بيقول لك حاجات كتير قوي، الاد كوست. لو انت جيت على المشاكل دي وجيت بعد كده قلت له قول لي بعد اذنك ازاي احل المشاكل دي للتارجت اودينس بتاعي، وقام هو قايل لك الحل بتاعها، قمت انت واخد الحل ده وعامله في تشيك ليست جميله كده وقمت مقدمها للعميل بتاعك وانت بتقدم له كورس الفيسبوك، وقلت له التشيك ليست اللي هي هتاخدك من الالف للياء على ازاي ان انت تخلي اعلاناتك ما تترفضش، او التشيك ليست اللي انت المفروض تمشي عليها عشان تضمن ان انت عارف تحلل نتائج اعلاناتك بشكل دقيق جدا. يبقى انت كده قدمت حاجه مفيش حد غيرك بيقدمها، وبالتالي فرقت نفسك عن المنافسين. وده برضه عملناه من خلال الاي اي او الشات جي بي تي. نفس الكلام في البرزنتيشن المفروض انت بتتكلم مع الناس، بتديهم فاليو، بتتكلم معاهم في محاضره كامله. نفس الكلام بقى اللي احنا قلناه، اكتب لنا برضه المحاضره، ايه النقاط اللي انا ممكن اتكلم فيها في المحاضره دي، وفي الاخر بتعرض عليهم الاوفر بتاعك اللي احنا لسه عاملينه سوا. هل كل الناس هتشتري؟ مش شرط، في جزء هيشتري وفي جزء عندك مش هيشتري. فالجزء اللي مش هيشتري دورك هنا ان انت تعمل ايميلات فولو اب عشان تتابع مع الناس دي. فجيت قلت له بعد كده اكتب لي بعد اذنك ايميل فولو اب للناس اللي حضرت الويبينار وما اشترتش، وخلي صيغه الايميل تكون فريندلي وكاجوال، ما تخليهاش فورمال. فهتلاقي قايل لك الايميل هيتبعت مثلا بعد يوم واحد من الويبينار، هيقول لك السبجكت لاين بتاع الايميل، قايل لك البريك داون بتاع الايميل عامل ازاي، قايل لك ايه الحاجات اللي هو هيتعلموها في الكورس. فتقدر برضو تاخد الايميلات دي اللي انت لسه عاملها من الاي اي وتحطها هنا، وبقى عندك كده ايميل سيكونس جاهز. طبعا كده انا بتكلم في الترس بس اللي هو يخلي العجله تدور عشان تقدر ان انت تعمل العناصر الاساسيه لبيع الكورس. طبعا كده كده في عناصر تانية كتير لازم تكون موجوده. انت لازم يكون مثلا في عندك سي ار ام، بحيث الناس اللي هتيجي تتكلم معاك تقدر انت تسجل برضو البيانات بتاعتهم وتخزن الداتا بتاعتهم عشان تعرف هم ايه الاكشن اللي خدوه، ايه الاكشنز اللي ما خدوهاش. لو حد بعت لك رساله تقدر ان انت ترد عليه وتعمل معاه فولو اب، بعدين تشتغل كاستمر سيرفيس برضو من خلال الشات جي بي تي. حد سالك سؤال معين انت مش عارف ترد عليه ازاي، تقوم واخد السؤال ده حاطه للشات عشان تقدر انت ترد عليه، تقول له ازاي اقدر ان انا ارد على الشخص ده بشكل احترافي، وحاول بعد اذنك تخليني اقفل الديل معاه وابيع له الكورس. فهتلاقي برضو قام قايل لك اجابه على سؤاله بطريقه تحفزه
ان هو يشتري الكورس بتاعك. بس كده يا شباب، ده كان نهايه الفيديو اللي معانا النهارده. اكتب لي تحت في الكومنتات ايه اكتر حاجه استفدتها منه، وايه اكتر حاجه انت متحمس تعرف عنها اكتر، وايه هي مشاكلك فيما يتعلق ببيع الكورسات الاونلاين. لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وسبسكرايب، واكتب لي حابب نتكلم عن ايه في الفتره اللي جايه. شكرا ليك واشوفك الفيديو اللي جاي.